السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير. فيديو اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مسمن معمر اللي كيجي غزال واكثر من رائع بعجين اللي هو سحري بحال الا مصوبين بالورقه البسطيله، كيجيو مقرمشين وراقيين، يعني تديوه معكم او لا توجدوهم لضيوفكم. فكنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم ينال اعجابكم. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ويعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وندوزوا للطريقه والمقادير. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاج 3 الكؤوس من الدقيق الابيض، غنحتاج معاه نص كاس من دقيق الفينو، غادي نضيف الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، غنضيف معلقه صغيره ديال السكر، غنضيف راس معلقه من خميره الحلويات، يعني غير شويه ماشي بزاف. بالنسبه لهاد الكميه يعني راه كتخرج يعني بزاف، راه كيف ما شفتوا معايا خرجت تقريبا واحد 15 حبه من مسمن، فضاعفوا الكميه اذا بغيتوا. غادي نحاول نخلط هاد المكونات مزيان وغادي نبدا باضافه ديال الماء. قبل ما نضيف الماء نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل. اذا بغيتوا تضيفوا بيضه حتى هي كتضيفوها، انا غنستغنى عليها وغادي نضيف الماء اللي غيكون دافي حيت هنا دابا عندي البرد بزاف. فصافي غادي نحاول نشكل عجين اللي ما يكونش قاصح وما يكونش في نفس الوقت كيلصق في اليد، يعني يكون بين وبين بحال العجين ديال المسمن. ما غاديش نعجن هذا العجين، بغيتو تعجنوه كتعجنوه واحد 5 ديال الدقائق وصافي كيكون عندكم واجد. اما انا غادي نخليه بحال هكذا وغادي نديرو في بلاستيك وغادي نخليه يرتاح على خاطرو على ما وجدت الحشوه ديالي عاد باش غادي نرجع. غادي نلقاه ديك الساعه بحال الا تدلك مزيان. فهنا كيف شفتوا معايا درتو في بلاستيك وخليته. هنا بالنسبه للمكونات ديال الحشو ديالنا، فهنا غادي نحتاج البصل اللي مقطع طريفات صغار، غنحتاج صدر الدجاج حتى هو مقطع طريفات صغار، غنحتاج فلفل احمر او لا اخضر اللي متوفر عندكم، شويه من القزبر ومعدنوس، كلشي قطعته طريفات صغار باش ما يجيش داكشي كبير في المسمن. هنا غنحتاج الشامبينيون اولا الفطر حتى هو غادي نقطعو طريفات، باقي ما قطعتوش. هنا بالنسبه للتوابل فهنا غادي نحتاج حامض، غادي نحتاج الكمون، غنحتاج الملح، توابل بسطيله ديال السمك، ثوم، صلصه يعني لا صوص طوماط او بالاحرى طماطم مركزه. غادي نحتاج هنايا فلفل احمر، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الفلفل الاسود. هادو هما المكونات. بالنسبه كيف ما قلت لكم الكميه راه انا مستعمله كميه اللي صغيره، ضعفوا الكميه باش تخرج لكم كميه اللي كبيره. فاول حاجه كناخذ واحد المقيله كندير فيها الزيت وكندير فيها البصله وغندير فيها حتى الفلفل الاحمر وغادي نديرهم فوق النار ونخليهم واحد شويه يتقلاو او لا يطيحوا، ما يبقاوش هكا بهذا الشكل هذا. هنا غادي ناخذ ديك التوابل ديالي كامله وغادي نديرها هنايا في الزلافه وغنضيف ليها شويه ديال الزيت الحامض. بغيتو تضيفوا الزعتر ضيفوه، كان متوفر عندكم صلصه الصوجه حتى هي ضيفوها، كتعطي مذاق اللي هو زوين بزاف. انا ما كانش متوفر عندي فاستغنيت عليها، ولكن الصراحه دائما كنديرها. هما غير ديك التوابل ديال البسطيله ديال السمك راه كيعطيو مذاق اللي هو زوين. هنا من بعد ما طحت البصله والفلفله كنضيف الدجاج والتوابل وكنرجعهم فوق العافيه حتى كيطيبوا. كيف كتشوفوا هنا معايا صافي هنا راه بداو كيطيبوا، انا كنتسناهم غير يحيد منهم الماء، ما خصش يبقى فيهم حتى قطره ديال الماء. هنا الفطر ديالي حتى هو غناخذو غادي ندير فيه قطعته طريفات صغار وغندير فيه شويه ديال التوابل وغنديرو فوق العافيه باش ما يبقاش فيه الماء. هنا الشعريه الصينيه من بعد ما طيبتها قطعتها حتى هي طريفات صغار، درت فيها حتى هي التوابل وغنديرها حتى هي فوق النار باش حتى هي كتنشف من الماء، يعني خاصنا الحشو ديالنا يكون ناشف ما فيش الماء ابدا. وغادي تضيفوا الهريسه اذا بغيتو ولا الحار اذا بغيتو، داكشي كيبقى على حسابكم نتوما وعلى حسب شنو كيعجبكم. صافي هنا من بعد ما ساليت ها هو الدجاج ديالنا من بعد ما طاب يعني ولا معسل وزوين. هنا عندي الفطر ديالي حتى هو من بعد حتى هو ما بقاش فيه الماء. هنا عندي شويه ديال الفرماج وغنحتاج حتى طون اولا طون ديال الزيت. صافي هنا غادي نحاول نضيف بعدا شعريه صينيه من بعد ما نشفات لي حتى هي من الماء وتشربات هذوك التوابل مزيان. غادي نحاول نخلط المكونات مزيان حتى يتجانسوا. كيف ما قلت لكم كانت متوفره عندكم صلصه الصوجه حتى هي ضيفوها كتعطي مذاق زوين. فصافي غنخلي الحشوه ديالي تبرد وغادي نبدا كنوجد المسمن. هنا غادي نرجع للمسمن ديالي من بعد ما خليته، فكيف كتشوفوا معايا الشكل ديالو راه كيولي رطب، كيولي يعني كتخدموا به بحال الا مدلوك مزيان. هو كل ما ارتاح كل ما كيعطيكم الطعم. فصافي هنا غندير منه واحد الكويرات اللي يكونوا صغارين كيف كتشوفوا معايا، حيت انا المسمن كيف ما غتشوفوا معايا وجدته صغير وكيبقى لكم يعني على حسب الاختيار ديالكم واش بغيتوه كبير اولا صغير. غنكمل بنفس الطريقه حتى غادي نسالي. فانا كندهن شويه ديال الزيت وكناخذ الكويره ديالي من بعد ما ارتاح وخليتهم واحد 10 ديال الدقائق وكنطلقهم كندهنهم بشويه ديال الزبده، غير شويه ماشي بزاف غير شويه ديال الزبده. وكندير الحشو ديالي كندير فوق منها الفرماج ديال الدهن يعني لافاش كيري كندير واحد شويه منه
وكنبدا كنقطع بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا، كيف ما هو موضح في الفيديو يعني ما واخا نحاول نشرح لكم ما نقدرش، يعني الفيديو راه شارح راسو كنقلوي بهذه الطريقه هذه. علاش كندير هذه الطريقه؟ باش كيتشكلوا لي بزاف ديال الطبقات، وفي نفس الوقت يعني كتولي من بعد ملي كيطيبوا كيولي داك المسمن مقرمش بحال الا مصوب بالجين ديال اولا بحال مصوب بالورقه ديال البسطيله. هذا هو الشكل ديال المسمن ديالي. بنفس الطريقه غنكمل كندهن الزيت وكنطلق وكندهن بشويه ديال الزبده، وعاد كنحط الحشو ديالي كنوضع الفرماج. هنا غتشوفوا واحد شويه ديال الفلفل حار كنرشو من الفوق، حيت ما قدرتش ندير الفلفله فيه كامل حيت ولادي هما ما غيبغيو ياكلوه وما يقدروش ياكلوا فلفله حاره، فداك الشيء علاش كنبقى نرش هكا شويه من الفوق. وكنكمل بنفس الطريقه. هذيك الزبيده اللي دهنا في العجين حتى هي كتساهم ان يكون عندنا بحال طبقات في داك المسمن ديالي. فانا كيف كتشوفوا معايا كندهن الزبده وكنحط الحشو وكنكمل بنفس الطريقه. بغيتو ديروا جوج ديال الطبقات باش يكون عندكم يعني قرمشه ليا اكثر، اولا يعني يكون عندكم يعني كيكون داك المسمن هكا فيه بزاف ديال الطبقات، ممكن تضيفوا بنفس الطريقه تلقوا عاود عجينه واحده اخرى وتحطوا في وسط منها هاد العجينه اللي صيبتو دابا ولا هاد المسمن اللي صيبتو دابا وتكملوا بنفس الطريقه. انا غادي نكتفي غير مره واحده صافي بهذا الشكل هذا صافي. انا كناخذ صفار ديال البيض، ممكن تضيفوا له شويه ديال صلصه الصوجا الا متوفره عندكم متوفرش عندكم. انا خديت شويه ديال لاصوص طوماط ودهنت ومع شويه ديال الخل وحاولت خلطتهم مزيان باش كيعطي واحد اللون اللي هو زوين. وكناخذ هكا موس بهذا الشكل هذا وكنحاول ماشي نقطعو ليه تبان الحشو ديالي ما تبانش كاع، غير شويه من الفوق بهذا الشكل هذا، يعني راه كيبقى داك المسمن شاد في راسو، ماشي زعما كنقطع حتى كتخرج ليا داكشي اللي كاين لداخل، لا غير هكا بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا. وكان في اثناء الفران ديالي كيكون يعني كيسخن غندخلهم يطيبوا من الفوق ومن التحت على نار اللي تكون متوسطه. هنا درت شويه ديال الزنجلان الابيض يعني للتزيين وصافي، وكندخلهم كنتسنى عليهم يطيبوا بشويه كيف ما قلنا على نار اللي ما تكونش عاليه حتى كيطيبوا وكيخرجوا. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو غزالين في المذاق وحتى المنظر ديالهم كيجي زوين بزاف رقيين. فكتمنى ان شاء الله فيديو اليوم ينال اعجابكم. اذا كنت اول مره كتشوفوا القناه وعجبكم المحتوى ما تنساوش تدعموني، ونتلاقى ان شاء الله فيديو جديد.